صباح الخير من طنجة. صباح سعيد لكل مستمعينا ومستمعاتنا الأوفياء لإذاعة طنجة فين ما كنتم. مستمعينا كنرحبوا بكم في هذه المجلة الأثيرية الإذاعية على موجة إذاعة طنجة واللي غتمتد معكم من الآن إلى حدود الساعة 11. تقبلوا منا ومن كل طاقم إذاعة طنجة تحية صباحية معطرة بالورد والياسمين. في الهندسة الصوتية والإخراج المباشر رشيد الإدريسي. في تنسيق مع الضيوف أسماء العسري. ومن وراء الميكروفون ترافقكم توريا الحسني. متمنياتنا مستمعينا مستمعاتنا أنكم تقضوا معنا أجمل الأوقات رفقة الباقة اللي اخترناها لكم اليوم من خلال صباح الخير من طنجة. طيلة هذه الفترة صباحية مستمعينا من خلال هذه المجلة الأثيرية الإذاعية صباح الخير من طنجة غنستعرضوا لكم مجموعة من المواد والفقرات نتمنى أنها تروقكم. في الفقرة الأولى غادي نعملوا جولة في سوق القروح حول أجواء السوق والأثمنة مع الحاج أزواء محمد. وفي الفقرة الثانية فقرة شرفات سنسلط الضوء على اللقاءات التشاورية اللي بدأتها الجماعة الحضرية مع أعضاء المجلس الجماعي المحلي للطفل واللي غيتكلمنا من خلالها الأستاذ إد عمر محمد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان. وفي الفقرة الثالثة مستمعينا عقد الاتحاد المغربي للشغل مؤتمره 11 بجهة طنجة تطوان. عن هذا المؤتمر وما تم خلاله وما خرج به بالنسبة للطبقة العاملة ستحدثنا أمينة روشتي مسؤولة عن علاقات الاتحاد المحلي للشغل. وفي فقرتنا الرابعة اللي هي فقرة الصحة تاج سنسلط الضوء اليوم على سياتيك، لكن هذه المرة سياتيك الرقبة مع الدكتور سمير سقرط. والعشاق الأزياء التقليدية والقفطان المغربي معنا اليوم فقرة أزياء وأناقة رفقة المصمم الشاب والواعد طه الفلاح. والفقرة الأخيرة سنخصصها اليوم مستمعينا اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 من دجنبر من كل سنة. عن هذا اليوم العالمي غيتحدثنا الأستاذ نشناش محمد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. إذا هذه مستمعينا كانت جملة من الفقرات اللي غنستعرضوها لكم اليوم من خلال برنامج صباح الخير من طنجة. نتمنى أنكم تقضيوا معنا أجمل أوقات، ما تغيروش المحطة، لازلنا معكم. بلادي يا زين البلدان بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف يا أرض كريمة مضيافة وجمالها لا تقبح روح. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف يا أرض كريمة مضيافة وجمالها لا تقبح روح. ناسها نخوة وضرافة ناسها نخوة وضرافة وكرمهم شايع معروف. شايع بلادي ولافة واللسان يجي ويشوف. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. ناسها نخوة وضرافة
ناسها نخوة وظرافة وكرمهم شايع معروف. شحال يا بلادي واللافة واللي سال يجي ويشوف. بلادي يا قرة العيان والشمس ضوات عليها، عروسة ما بين الشطآن وتغني الجبال عليها. بلادي يا قرة العيان والشمس ضوات عليها، عروسة ما بين الشطآن وتغني الجبال عليها. ياللي هارب من الحزان زور بلادنا تتشافى. طبيعة ودوال الإنسان واللي شربناها يتعافى. ياللي هارب من الحزان زور بلادنا تتشافى. طبيعة ودوال الإنسان واللي شربناها يتعافى. بلادنا يا دار السلوان، بلادنا يا دار السلوان، بلادنا يا دار السلوان، يا دار السلوان. بلادنا يا دار السلوان يا شربة من نبع الصافا. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها لا تتبحر. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها لا تتبحر. ناسها نخوة وظرافة، ناسها نخوة وظرافة وكرمهم شايع معروف. شحال يا بلادي واللافة واللي سال يجي ويشوف. قفة هاد الصباح. كان جد ترحب بكل مستمعينا ومستمعاتنا دائما على موج إذاعة طنجة وكل من التحق بنا لمتابعة فقرات صباح الخير من طنجة. إذا كيف ما سبقت الإشارة فقرتنا اليوم مستمعينا الفقرة الأولى غادي نبداوها بقفة هذا الصباح من سوق الجملة رفقة الحاج أزوى محمد. سي محمد صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير سي محمد، كيفنا هي الأجواء؟ الحمد لله اللهم لك الحمد. الله يرحمنا الله يرحمنا. الله يرحمنا إن شاء الله. بالنسبة للسوق كيفنا هي الأجواء سي محمد؟ نعم أختي. بالنسبة للسوق اليوم شنو هي الأجواء؟ السوق شوية، السوق عيان، السوق شوية وصافي. شنو الأسباب سي محمد؟ السوق الأزمة وصافي الأزمة. يعني ما كاينش الحركة كيف ما ديما. لا الحركة ناعسة، الحركة كثير الطرق. وبالنسبة للأثمنة اليوم سي الحاج كيف ما هي الأثمنة اليوم؟ أثمنة من الجهة ديال الفروع معطيشها الفول من 5 درهم 6 دراهم. معطيشها وسيدي حسب على 4 درهم 4 درهم ونص الكيلو هنايا. الكيلو بالنسبة للبطاطا شحال اليوم سي محمد؟ البطاطا رخيصة 250 3 دراهم. واش رخصت غير اليوم أولا هاد الأيام كلها رخيصة؟ كلها رخيصة هاد الأيام، واش الجماعة كتحول السوق ديال العريش موجودة دابا. بين 3 دراهم ونص، كان ديال القريدة واش دير 4 دراهم 450. وبالنسبة للخضروات اللي الأثمنة ديالها مرتفعة سي محمد شنو هي؟ بحال الفروطة سلعة برا هي اللي غادية شي شوية. الفلفلة 4 دراهم، الدنجال حتى هو طلع شي شوية. قريعة 3 وصلت 180. التفاح ديال برا كاين من 220 حتى ل 18 دراهم. العنجة كاين من 14 حتى ل 18 حتى ل 20. كاين حب الملوك غالي كيدير وسيدي 16 فرانك الكيلو. 16 فرانك الكيلو. الكيلو حب الملوك. ما شاء الله. كاين سميتو التاكيد في المغرب 7 دراهم. ديال برا 20 21 درهم. تشري مويه 22 درهم. 22 23 20. كاين سميتو التفاعل من 22 حتى ل 20 حتى ل 19 ديال برا. ديال المغرب 6 درهم 7 8 9 حتى ل 10 دراهم. كلامنتينا رخيصه مهرقه حتى هي
تبع العين هذا العام تدير كلمتين من 2 دراهم ونص حتى 3 دراهم 320 3 ونص ارفع حاجه 3 ونص. يعني هذا العام جات رخيصه. جات رخيصه وشرا للشي عاوتاني بحال 250 3 دراهم. سميتهم تدفع المغرب. قلت لك العين كاين عين ديال برا الاسبوع 120 درهم. وديال المغرب؟ ديال المغرب كاين 10 كاين 8 كاين 9 كاين 11. على حسب. ديال المغرب يقول تقريبا تقاضى وصافي ما بقاش يبدل. الحاج محمد، بالنسبه لهذه الاثمنه اللي قلتي لنا مرتفعه والسوق طايحه، واش السبب ان الامطار ديال الخير باقي ما زارتنا او لا هذه الازمه عموما؟ هذا عام كاين الصح كلمتين كاين الصح بزاف داكشي باش كلمتين طايحه بحال العام حتى العام هذا العام كان وسيدي الناس خسروا فلوس صح حيت وسيدي العام كان هذا العام موجود ولا شويه الازمه مع والكلمتين ديال نقول جوج يدي حتى 2 درهم و20 والتليفون بركه حتى هي 1 درهم ولا درهم و20 غير الصواغير. وداكشي ما كان داكشي اللي عاودوا الرحمه من الله والغلا من الله. الله نتمنى ان الله يرزقنا بالامطار الخير والبركات ان شاء الله. سي محمد، كاين بعض الفواكه الموسميه اللي كنشوفوها كتكون في مواسم معينه، ولكن حتى ملي كيمشي الموسم ديالها كتكون باقا كاينه. بالنسبه للاثمنه ديالها واخا كيفوت الموسم واش كتكون غاليه او لا كتبقى الاثمنه مناسبه؟ هذاك اللي واخا ما كان الموسم ديالها وهي باقا كتبقى فريقه تعيش فريقه تعيش في النبيره. تعيش في النبيره حيث النبيره دائما طالعه السوق ديالها حيث وسيدي الصوائر طالعه عليها الصوائر طالعه عليها هذاك الشيء باش تبقى مطالعه. وفي الجوده ديالها سي محمد واش كتبقى هي هذيك ولا كيتغير فيها شي حاجه؟ لا كتبقى مزيانه بحال التفاح ما كيوقع على ضون على الفريج وما كيوقع له والو الفينجا بحال الحال. العين تحت العين كيبقى كيديروا في النبيره ما كتولى شويه المذاق ولكن كيبقى نقولوا تقريبا بحال التفاح ما كيبدلش المذاق ديالو. سي محمد، احنا كنعرفوا بان الخميس والاحد كتكون الاسواق شويه فيها الحركه وحتى الناس ديال الباديه كيجيو للاسواق بكثره. واش هادشي كيأثر على الاثمنه في هذه الايام؟ السوق الاجر واخا دابا اليوم السوق واخا الخميس السوق خاوي ما كاينش السوق. يعني ما كاينش السوق ضعيف. واش حيت دابا باقي الصباح ولا حيت النهار كامل كيكون هكذا؟ لا كنقول الازمه ديالي واش ما كاينش على برا. ما كاينش الانسان ما باعش على برا ما يجي السوق واش غادي يدير؟ يجي شويه السوق مره هيدا ولكن البركه ما كتخطاش سي الحاج. البركه ما تخطاش اللي قسم الله ما كاينش اللي يدير البركه لابد ما تخطاش اللي غادي يكون. نعم، لان احنا كنعرفوا بان الخضروات والفواكه هي مواد اساسيه اللي كيستعملوها الانسان وبالتالي ما يمكنش الاستغناء عنها. لا هو ما كاينش. نعم سي محمد، كنشكرك على هذه المداخله الطيبه وعلى انك نقلتي لنا اجواء السوق وعطيتينا بعض الاثمنه ديال الفواكه. نتمنوا ان الله سبحانه وتعالى يرزقنا بامطار الخير والبركات.
يحسدوني لو انك يا حبي متغرب بعيد بخاف يحسدوني بسكت غصب عني وانا بالي شريك بسكت غصب عني واكتم جوا قلبي بكتم لهلي بالغرام يجيبوا سيرتك يحلو الكلام في سري واهديك السلام بنهد في سري واهديك السلام بهديك السلام واسمك يا حبيبي لما بيقولوه اسمك يا حبيبي بسمعه بطريقتي غير ما بيسمعوه اسمك يا حبيبي واسمك يا حبيبي لما بيقولوه اسمك يا حبيبي بسمعه بطريقتي غير ما بيسمعوه اسمك يا حبيبي بسعد جوا قلبي كل ما رددوه كل ما رددوه واعمل اني بسمع من غير انتباه يجيبوا سيرتك يحلو الكلام مهلك في سري واهديك السلام لما يجيبوا سيرتك يحلو الكلام أتنهد في سري واهديك السلام تصحى ذكرياتي وادريهم أوان ليبان المخبي قلبي من ود الهيام صباح الخير من طنجة. مجلة أثيرية تعيش معكم تفاصيل الحياة اليومية على أثير إذاعة طنجة، الإذاعة الأقرب إليكم، كل يوم من 9 إلى 11 صباحاً. صباح الخير من طنجة. على أثير إذاعة طنجة من الآن إلى الساعة 11. إذاعة طنجة، صوتنا وصوتكم وصوت كل الناس.
نذكر مستمعينا بأبرز الفقرات والباقة البرامجية اللي غادي ترافقكم خلال هذا الصبيحة على أثير إذاعة طنجة إلى غاية الساعة 2 بعد الظهر. في تمام 10:30 نلتقي مع زميل عبد الكريم صدوق في النشرة الجهوية الموجزة. وفي تمام 11 برنامج الناس والقانون دائما مع زميل عبد الكريم صدوق، والموضوع الإشكالية المرتبطة بمحاضر الضابطة القضائية. وغيبقى كذلك معنا زميل عبد الكريم صدوق إلى غاية 11:30 في النشرة الجهوية. وفي تمام 12 برنامج بسرعة ومن غير تردد طبعا مع زميل محمد بن طيب. في تمام 1 الأخبار نقلا عن الرباط. ولعشاق المسلسل التمثيلي سوق القوى في حلقة أخرى، الحلقة 19 في تمام 31 تأليف أحمد طيب العليش، إخراج الهاشمي بن عمر. طبعا هذه الفقرات والباقة البرامجية مستمعينا كتخلي لها اختيارات غنائية، نتمنى أنها تنال رضاكم واستحسانكم، وحنا ما زلنا معكم من خلال المجلة الأثيرية الإذاعية. صباح الخير من طنجة. وبالنسبة للأذان مستمعينا مستمعاتنا، بالنسبة لصلاة الظهر ستكون في 12:22. بالنسبة لصلاة العصر في 2:52. ولصلاة المغرب الساعة 5:15. العشاء الساعة 6:36. ولصلاة الصبح اليوم غدا الساعة 5 صباحا و48. دائما إذا معكم مستمعينا مستمعاتنا، ما تغيروش الموجة. نتمنى أن فقراتنا تنال رضاكم واستحسانكم كيف ما تابعتوا معنا. كانت فقرتنا الأولى هي فقرة قفة هذا الصباح من خلال الحاج محمد أزوال اللي زودنا بمجموعة من الأثمنة وأعطانا عموما أجواء سوق الجملة لهذا اليوم. وطبعا فقرتنا لازالت متواصلة ومتنوعة. الفقرة الثانية اللي غتكون شرفات مع الأستاذ إدعمر محمد رئيس الجمعية الحضرية لتطوان، طبعا لمناقشة لقاءات تشاورية مع أعضاء المجلس الجماعي اللي بدأتها الجماعة الحضرية لتطوان بالنسبة لأعضاء المجلس الجماعي المحلي للطفل. شرفات أستاذ إدعمر محمد، صباح الخير. صباح الخير الإذاعة الوطنية لطنجة، صباح الخير المستمعين الكرام، وصباح الخير الطاقم الإذاعي. كنشكرك سي محمد على تلبيتك دعوة البرنامج. سي محمد، احنا كنعرفوا بأن الجماعة الحضرية تطوان عقدت أو بدات مجموعة من اللقاءات التشاورية مع أعضاء المجلس الجماعي المحلي للطفل اللي كتهم طبعا مجموعة من القضايا الاجتماعية والتربوية والثقافية دائما بخصوص الناشئة. عن هذه اللقاءات شنو ممكن تقولنا سي محمد؟ كما تعرفون أن الجماعة الحضرية لتطوان منذ أزيد من سنة قامت بمبادرة تأسيس المجلس الجماعي للطفل بتطوان، لأن لدينا قناعة بأن الكبار لا يفكرون بمنطق الصغار، وبالتالي فلا بد أن تعطى الكلمة للطفل ليبدي برأيه في القضايا التي تعنيه بشكل مباشر.
وأردنا من المجلس الجماعي للطفل أن يكون فاعلا ومبدعا، وأن يوجه المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لتطوان الذي يشكله الكبار في مختلف القضايا الطفولة. بالتالي بعد تكوين هذا المجلس، أول مشروع اللي نكب عليه هو إعادة قراءة المخطط الجماعي لمدينة تطوان. نعم. وإبداء الملاحظة في جميع القضايا التي يمكن أن تمس حياة الطفولة بشكل أو بآخر. نعم. ثم كذلك قمنا بمبادرة لتوسيع آفاق طفولة تطوان بزيارة المؤسسات الوطنية التي لها علاقة بالطفولة، ومنها وزارة الأستاذة الحقاوي في السنة المنصرمة. نعم. ثم البرلمان المغربي. الشيء الذي جعل من المجلس الجماعي للطفل بتطوان مؤسسة مؤهلة أن تشتغل الآن مع وزارة التنمية الاجتماعية والمرأة والأسرة من طبيعة الحال في مشروعها الوطني الذي أطلق عليه مشروع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة. وجاهزية المجلس الجماعي للطفل للاشتغال في هذا المشروع. بدينا اولا بتكوين واحد الطاقم الموظفين اللي يمكن لهم يواكبوا المجلس الجماعي للطفل، واللي شاركوا في اول تكوين اللي نظمته الوزاره 21 نوفمبر 2013 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنيه بالرباط. من خلال استيعاب ديالهم لهذا المشروع انطلقت داخل فضاءة الجماعة الحضرية لتطوان سلسلة من اجتماعات مجلس الطفل الذي أفرز الآن مجموعة من الأعضاء ديالو المتكونة من 12 طفل وطفلة اللي خدامين كيوضعوا تصور المجلس الجماعي للطفل بتطوان للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة. حماية الطفولة. إذا سمحتي على ذكر الأطفال، بالنسبة لهذه اللقاءات وهذه القضايا، واش كيتم إشراك هذه الأطفال في هذه الآراء والقرارات اللي كتهم قضاياهم؟ طبعا قضية الطفولة، ولكن كيتم فعلا إشراكهم؟ شنو هي الطريقة اللي كيتم بها إشراكهم، وهل يعني آرائهم تؤخذ بعين الاعتبار؟ أنا لا أقول بأن احنا نشاركهم في القرارات، ولكن أقول بأن نريد أن نجعل من المجلس الجماعي للطفل هو الذي يقرر، وهو الذي يبدع، وهو الذي يكون صاحب الفكرة ويدافع على فكرته لتجسد على شكل مشاريع. نعطيكم النموذج. بالنسبة لنا احنا في هذا المشروع اللي طلقته وزارة التنمية الاجتماعية حول سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، احنا ماشي احنا اللي كنصيغوا دابا التصور للمجلس الجماعي للطفل. المجلس الجماعي للطفل اجتمع وهو اللي اختار 12 طفل وطفلة اللي غينكبوا كلجنة اللي غتصيغ المسودة المقترح ديالهم، وصوتوا على المقرر اللجنة بشكل سري، ترشحوا الأطفال وصوتوا على واحد فيهم، ودابا كيجتمعوا وهما كيوضعوا مختلف التصورات. أولا لتعريف الأطفال شنو هما، شنو السن ديالهم، شنو هما المواصفات ديالهم، شنو هو المقصود بالحماية الطفولة، من التشرد
من الاستغلال بمختلف الاوجه ديالو، من خلال المخيله ديالهم هما والمعاناه ديالهم وداك الشيء اللي كيسمعوا من الزملاء ديالهم. واش حمايتهم سي محمد من خلال طرق عمليه، يعني غيتم ايوائهم في مراكز، غتوفر لهم التمدرس، مجموعه من الاشياء، يعني حمايتهم واش بطريقه فعليه؟ من طبيعه الحال. اذا بالنسبه لنا حنا ماشي كنشاركوهم في الفكره، حنا كنوجهوهم باش هما يكونوا اصحاب الفكره، اصحاب المشروع، وغيصيغوه هما. ملي غيصيغوه هاد الزملاء ديالهم اللي كلفوا، غتتم المناقشه ديالو داخل المجلس الجماعي للطفل، باش عموم الاطفال بالمجلس غيديروا عاود عليه الملاحظات ديالهم وغيصوتوا عليه. وفي داك الصيغه النهائيه اللي غيصوتوا عليها هي اللي غنقدموا حنا للوزاره المعنيه كالمساهمه للمجلس الجماعي للطفل في صياغه سياسه عموميه مندمجه لحمايه الطفوله. سي محمد، البعض ربما يتساءل شنو هو الجديد اللي غادي يحملوا هذا المشروع في مجال حمايه الطفوله؟ هذا المشروع الجديد المتميز فيه هو اولا اول مشروع اللي غيديروه الاطفال هما الرسوم، ومختلف المشاريع كيديروها الكبار وكيديروها الخبراء. وبالتالي الاطفال غيعبروا فيه على الطموح ديالهم، كيفاش باغيين الطفوله المغربيه تكون وتحمي راسها، اشنو هما الهفوات اللي كيشوفوا في المجال التربوي، في المجال الفضاءات اللي كيشتغلوا فيها، اشنو هما القوانين اللي كيخصها تصاغ لحمايه واحد المجموعه الحقوق ديالهم. واللي غيكون فيه جديد انا اؤكد باللي من طبيعه الحال غيكون واحد المجموعه الافكار اللي الكبار اللي دائما كيشتغلوا في المجال الطفوله لا شك باللي غيغفلوها، والاطفال من خلال الخيال الواسع ديالهم، من خلال المعاناه ديالهم، ومن خلال التصور ديالهم لحياه الطفوله اللي باغيين غيبرزوها. ومن طبيعه الحال غيكون التكامل ما بين المشروع دابا اللي كيصيغوه الكبار على المستوى الوطني والمشروع اللي غيصيغوه الصغار من واسع خيالهم. نعم سي محمد، ملي كنقولوا الاطفال اللي غيصيغوا هذا المشروع، واش كاين شي سن محدده اللي سميتوها بالنسبه للاطفال؟ طبعا سن الاطفال المعنيين بهذه الاستشاره يتراوح بين 12 و 18 سنه. ومن طبيعه الحال 12 طفل صياغه المشروع اللي فرزهم المجلس طرحت فيهم العمل المساله المساواه، فيهم 50% الاطفال بالجنس المؤنث و50% الذكور، وفيهم كذلك بعض العينات ذوي الاعاقه اللي هما عندهم الكلمه ديالهم اللي كيخصها تسمع في هذه العمليه. اذا بالنسبه لنا احنا السن المحدد هو هذا، ومن خلال النقاش من طبيعه الحال يمكن تهاد العمليه السن والمفهوم الطفوله، لان كاين معايير الدوليه، ولكن دوك المعايير الدوليه واش كتنطبق على الطفل المغربي 100% ولا كيخصنا نزيدوا في السن ولا كيخصنا نقصوا فيه؟ لا شك باللي كيخصنا نزيدوا في السن، لان المجال الاشتغال اللي متاح للاطفال الدول المتقدمه واللي كتسمح من طبيعه الحال الوتيره ابراز واحد المجموعه المؤهلات وواحد المجموعه الامكانات غير متاحه عموما للطفوله ديالنا، واخا متاحه لواحد الشريحه محدوده جدا في المدن، ولكن احنا ملي كنهضروا كيخصنا نهضروا على الطفوله المغربيه وما ننساوش العالم القروي اللي فيه 40% دابا الطفوله ديالنا،
واللي كيعيشوا في واحد الوضع اللي ما يمكنش نقولوا باللي في السن المبكر يمكن لهم يعبروا، يمكن لهم يفكروا الى غير ذلك. صحيح. سي محمد، هذا المشروع بالنسبه لهذا المشروع واش غادي يكون خاص بالاطفال اللي طبعا هما في الحياه المدرسيه وكيدرسوا؟ لان حنا كنعرفوا بان كاين مجموعه من الاطفال اللي محرومين من الدراسه، شنو وضعهم؟ واش من حقهم انهم حتى هما يكونوا ضمن هذا المشروع؟ يا أختي الكريمة، أنا أدعوكم للاطلاع على المجلس الجماعي للطفل بمدينة تطوان. احنا خدينا فيه بعين الاعتبار الأطفال خارج المدرسة، خدينا فيه بعين الاعتبار الأطفال اللي كيشتغلوا دابا في التربية غير النظامية، وخدينا فيه بعين الاعتبار الأطفال اللي عندهم بعض الإعاقات الخفيفة اللي من طبيعة الحال ما يمكنش تاخذ عاود واحد الطفل اللي ما يمكنلوش يسير الإيقاع اللي يشتغل بالمجلس الجماعي للطفل. باش نقول لكم باللي حتى هاد الأطفال اللي كيتواجدوا في الأحياء الهامشية وفي واحد الوضع إلا بغينا المعيشة الصعبة، بغيناهم حتى هما المعاناة ديالهم والأفكار ديالهم تكون مندمجة داخل النقاش السائد في المجلس الجماعي للطفل بمدينة تطوان إن شاء الله. سي محمد، أنا عندي سؤال أخير. يعني البعض ممكن يقول بأن الطفل ابتداء من 12 عام ربما طفل باقي خصو يلعب، باقي عنده ميولات ما يمكنش أنها تدخل في إطار مشاريع. واش تم إحداث شي لجنة ممكن أنها تساير هذه المشاريع بالنسبة للأطفال؟ صحيح باللي احنا عندنا القسم الجمعوي اللي كيشرف على جميع الأنشطة الجمعوية والاجتماعية داخل الجماعة الحضرية لتطوان، وفيه الأخصائيين في مجال الطفولة. نعم. ومستعنين ببعض أطباء علم النفس مشكورين. نعم. وهنا كان نحيل بالدكتور أحمد المطيلي اللي من طبيعة الحال هو مواكب لهذه العملية، واللي المواكبة ديالو راه ماشي كيشارك في النقاش، بل كملاحظ، واحيانا كيدير توجيهات عن بعد، لان حنا كيهمنا كذلك حتى الطفل ملي كيهضر بواحد المجموعه المعاني اللي كيخصنا نفككوها حنا ككبار ونعطيو لها العمق ديالها نفهموها. وبالتالي باش نقول لكم باللي حنا عندنا واحد الطاقم الخبراء. نعم. بالاضافه للسي عبد الملك صريح اللي هو رئيس قسم واللي هو خبير دولي في هذا العمل الجمعوي. طبعا وهذه اللقاءات طبعا ايضا تمت بالتعاون مع صندوق الامم المتحده لحمايه الطفوله اليونيسف. هاد اللقاءات انا ما باغيش نهضر على هاد الجوانب المتعاونين ديالنا، لان المتعاونين ديالنا حنا بدينا كنشتغلوا معهم، ولكن باقي ما وصلش العمل ديالنا معهم لمستوى العمل المؤسساتي اللي يكون فيه التوقيع الاتفاقيات. واش كاين اكراهات سي محمد؟ لا ماشي كاين الاكراهات، هو المساله الوقت، لان احنا دابا يلاه تقريبا واحد سنه زايده ناقصه اللي بدينا كنشتغلوا. نعم. وبالتالي احنا نزلنا الملفات ديالنا ونزلنا المشاريع اللي كنشتغلوا عليها عند مختلف الجهات المعنيه بهذا الملف الطفوله. وبالنسبه للاخر لوزاره التضامن والمراه والاسره والتنميه الاجتماعيه. نعم. الامور دابا شبه رسميه، لان احنا منخرطين في هذا المشروع ديال هذه السياسات عموميه مندمجه لحمايه الطفوله بشكل رسمي. نعم. وكنعتبروا نفسنا شريك، لان مشينا اشتغلنا معهم بشكل مباشر ومع المديريات المعنيه. ولكن بالنسبه للمؤسسات اخرى عندنا مؤسسات دوليه ماشي غير اليونيسف
كوليكتيف. عندنا مؤسسات اخرى ولكن غنخليو الاشتغال معها دابا يكون بشكل غير رسمي، ما يمكنناش نهضروا عليه في وسائل الاعلام حتى تكون المسائل رسميه ونمضيو لاتفاقيات الاشتغال معها. نعم ان شاء الله استاذ محمد، المزيد من التألق وان شاء الله نشوفوا عنا طفولة تتمتع بجميع حقوقها وفي حل كاين في كل المجتمعات. استاذ إذا عمر محمد، اذكر انكم رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، شكرا على هذه التوضيحات من خلال هذه المداخلة. شكرا لإذاعتكم، وحنا عندنا كل ايمان باللي المستقبل ديالنا في الطفولة ديالنا، وشكرا. ان شاء الله، شكرا لك. يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله، يفرح يفرح كله معاه. لحظة من فضلك. أعزائي المستمعين وخصوصا الشباب، ملي تبغوا تشريو بعض الملابس وخصوصا المستوردة، حاولوا تبعدوا من هذوك اللي فيهم بعض الكلمات الأجنبية اللي كتخدش الحياة ديالنا كمسلمين. إذاعة طنجة خلال فترة الصباح والزوال من 8 إلى 2 على موجتي FM 104 و 88.7 وعلى القمر الاصطناعي هوتبرد في موقع 13 درجة شرقا بتردد 10872 وباستقطاب عمودي وعلى زيمبورايت 27500.
كل خميس ابتداء من منتصف النهار وحتى 1 تلتقون مع برنامج بسرعة ومن غير تردد. بسرعة ومن غير تردد محطة إذاعية تتوخى التثقيف والترفيه. لحظة من فضلك. عزيزي المستمع، التقليل من الانبعاثات الحرارية المضرة بالبيئة هو مسؤولية الجميع. إذا كانت المسافة بين بيتك وبين عملك قريبة، تجنب استعمال السيارة وتوجه للمكان الذي تقصده مشياً على الأقدام أو حتى بالدراجة الهوائية كما يحدث في الكثير من البلدان المتقدمة، وبذلك تكون ساهمت في الحفاظ على بيئتك، وبالتأكيد كتكون حافظتي في نفس الوقت على صحتك. صباح الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا، انتم دائما في الاستماع لإذاعة طنجة، وصباح الخير من طنجة. سمعنا وصلنا للفقرة الثالثة اللي غنصدفوا من خلالها اليوم الأستاذة أمينة روشاتي، مسؤولة عن علاقات الاتحاد المحلي للشغل، واللي غتحدثنا على المؤتمر 11 اللي يعقد بجهة طنجة تطوان تحت شعار تنظيما لقبيل الوحدوية المستقل، هو ضمان لصون الكرامة والدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة. أستاذة أمينة صباح الخير. صباح الخير. لاباس عليك أستاذة؟ أنا راني مروحة شي شوية. لاباس عليك، لاباس عليك، ما يكون عندك باسة أستاذة. ميرسي. نعم أستاذة، طبعا كيف ما شرنا الاتحاد المغربي للشغل عقد هذا المؤتمر 11 بجهة طنجة تطوان، شنو هو الجديد في هذا الجانب؟ الجديد في هذا الجانب، وهي أننا لابد من احترام الديمقراطية، لأن الاتحاد ما عقدش المؤتمر ديالو هذه لمدة ديال 13 عام. إذا هذا المؤتمر هذا سمح لنا باش نختاروا الأجهزة ديالنا بكل ديمقراطية. والنساء كذلك كانوا مشاركات بكثافة في المؤتمر. والمؤتمر هو براسه واحد المحطة اللي ممكن يعني نعاودوا فيها يعني الحسابات ديالنا، ونعاودوا فيها البرامج ديالنا، ونعاودوا فيها التعامل ديالنا يعني مع الطبقة العاملة، يعني بحال النقد الذاتي ديال الاخوان والاخوات اللي كيسيروا الاتحاد. اذا كنعرفوا بان مدينه طنجه هي مدينه ديال الطبقه العامله بامتياز والهدف بامتياز، وخصوصا النساء. غير ان بعض البنود بعض ديال مدونات الشغل والفصول ديال مدونات الشغل، لان جاء في القانون في حق التنقيب بالنسبه للاجيرات، الا ان هذا الفصل هذا لا يحترم. وكتبقى ان المراه العامله ملي ما كتكونش منقبه يعني كتكون الحقوق ديالها مهضومه، وكتكون عندها يعني كتستغل من طرف ماشي ارباب العمل. كاين حتى من الناس اللي كيسيروا اللي كيكونوا التسيير المباشر ديالهم مع العاملات ومع العمال. نعم سيدة أمينة، طبعا كيف ما قلتي ما كتكونش منقبة أكيد، يعني الكل في النهاية كيهمو أنه يشتغل ويحصل على لقمة العيش، والأكيد لأن القليل القلة القليلة اللي ممكن أنها تفكر أنها تنضوي تحت شي نقابة معينة. بالنسبة للاتحاد العام المغربي للشغل، شنو هذه الفئة شنو كيخصلهم، واش أنه كيدافع على حقوقهم لهذه الطبقة العاملة؟ ماشي صحيح اننا نكتفي واننا نخدموا باش ناخذوا لقمه ديال العيش او لقمه القوت. ماشي صحيح، لان هاد الناس هادو حتى هما محتاجين في اشياء اخرى من غير هذيك لقمه العيش. محتاجين في اعمال اجتماعيه، محتاجين انهم تكون اتفاقيات بينهم وبين ارباب العمل باش يكون عندهم الاعمال الاجتماعيه ديالهم، يفكروا حتى هما في وليداتهم في المدرسه، كيعطيو لهم واحد منحه المدرسه، في العاشوره كيعطيو واحد منحه العاشوره، في العيد كيعطيو لهم واحد منحه العاشوره. ماشي صحيح انني نقول انا كناكل طرب الخبز وبركه، ولكن نعملوا نخدموا باش نحققوا ديك لقمه العيش بحال اللي كتقول، ولكن بواحد الطريقه اللي فيها شي شويه ديال الكرامه. نعم. طبعا
شكون اللي ما تيبغيش العمال ديالو يتنقبوا؟ هما الباترونا اللي ما تيحترموش القانون. نعم. هما اللي ما كيحترموش القانون. انا ما كنقولش كلشي، ولكن منهم اللي لا يحترموا القانون. وفي هذه القضيه ديال من ما يحترموش القانون ما تيسمحوا لهمش يتنقبوا. لان حنا كنا في 12 منا واحد الحمله العاملات، وفعلا لقينا راسنا بان بحال كتكب الماء في الرمله. لقينا هذوك الاخوات اللي عملوا النقابه في القطاعات ديالهم كلهم بقاو على برا وتمنعوا حتى من الخدمه. ماشي صحيح، لان النقابه ماشي هما النقابات يعني ساؤوا لها الفهم ديالها الحقيقي، وما بقاش عندها ديك المعنى ديال النقابه هي اللي كتجيب الحقوق ديال الخدامه وتزيد لهم وتحسن لهم ظروف المعيشه من خلال الدفاع على الحقوق ديالهم والمكتسبات ديالهم. ولكن ربطوها بواحد الصوره مشوهه، وهو ان ملي تكون نقابه داخل المعمل يعني ان راه كاينه الفوضى، ان هذوك. ولكن هذوك راه حنا عارفين ان بعض ارباب العمل ملي تيبغيو يحلوا المعامل ديالهم ويعني يطردوا العمال تيشريو الناس اللي يوظفوهم لهذه المساله هذه، وتيقولوا لهم بان النقابه هي ما كتخليوكمش تاكلوا هذيك الطرد الخبز. طيب استاذه امينه، في هذه الحاله ربما النقابه شنو ممكن تفيد بحال هاد الناس، الطبقه العامله اللي كتكون ما عندها لا حول ولا قوه؟ اش بعد انا الى هضرت لك غير على المرأة ملي كتكون عندها العاملة ملي كتكون عندها واحد النقص راه كيصعب على المشغل او من يباشر مع العمل باش يستغلها الاستغلال الجنسي. وكنا كنعرف نهار بدينا كنهضروا على القانون ديال التحرش الجنسي وديال العنف، ملي بدينا كنهضروا على قانون يعني هذه الاشياء كاينه. ملي كنبداو نهضروا على قانون يعني في ارض الواقع هذه الاشياء كاينه موجوده. اذا بما انها كاينه موجوده الى يمكننا نقولوا ان التنقيب في مدينه طنجه ضعيف، ولكن في مدن اخرى راه كاين نساء، راه كاين لجان ديال المراه خاصه اللي كتواصل وكتباشر العمل مع العاملات وقريبه، واللي حملات الملفات ديال النساء العاملات مع جمعيات ديال المجتمع المدني اللي تيهتموا بهذه القضايا ديال النساء. ومن بينها ان المدونه الشغل راه جابت واحد العدد ديال النقاط فيما يخص يعني في التمييز وفيما يخص ديك العمل المباشر، انك خاصك دوز دابا على وكاله كان شحال له العامله خاصها تكون محسونه ويكون عندها بعض المميزات باش كيدخلوها تخدم. دابا ولات كتدخل اترافيغ واحد الوكاله اللي كتخدم. وعاد عاوتاني ان حتى التحرش الجنسي بدات الهضره عليه ان كاين واحد الزجر، كاين واحد النوع ديال الزجر والتجريم في هذا المجال. بحال قلت لك غير هي القانون عندنا، ولكن ان القانون لا يحترم. فكنطالبوا حنا كذلك باش الدستور يتنزل على ارض الواقع. ان الفصل 19 فيه راه هو تيتكلم على هذه الامور. وتنقول لك بان النقابه وهي ماشي حمايه، ولكن كنطالبوا العامل كيخاصو يطالب بالحقوق ديالو ولكن يعمل الواجبات ديالو. فالنقابه حنا عندنا ماشي ان العامل غادي نقولوا له مشي يعني عمل شي حوايج اللي ما هماش مزيانين وحنا ندافعوا، كتبقى دائما في اطار حقوقه، كتبقى في اطار حقوق والواجبات ديالو ولا الواجبات ديالها. واذا الاتحاد المغربي للشغل بحال اللي كان نعرفوا دائما هي النقابه الاولى اللي كانت في المغرب، فهي نقابه ديمقراطيه جماهيريه الوحده فيها التضامن. الا ان هذه الطريقه ديال استغلال العمال للمصالح السياسيه هي اللي خلات عدم الاهتمام بالنقابات. لان دابا كلشي ولا النقابه كيجمع شي حاجه الناس وكيقول لك انا غنعمل النقابه ديالي، وخاصه النقابات اللي كيكونوا خارجين على بعض الاحزاب. فانا تنظن من اجل الوحده ديال الطبقه العامله كيخاصنا نفكروا يعني باش نجمعوا نفوسنا وتكون عندنا واحد القوه باش ندافعوا على هذه الطبقه وتحقق المكتسبات ديالها.
نعم، لأنها كتعتبر طبقة مهمة في المجتمع. أستاذة أمينة، بالنسبة للمؤتمر اللي عقده الاتحاد المغربي للشغل، هو ماشي المؤتمر الأول أو الثاني، وإنما هو المؤتمر 11 بجهة طنجة تطوان. شنو هو الجديد اللي جا هذه السنة؟ والجديد اللي جا به هذه السنة وهو أن مولفين كنعملوا مؤتمر بالتوافق ياك، ولكن هذه المرة كنظن بأنها كانت واحد النوع ديال الديمقراطية، وخدنا لنا القاعة هي اللي حسمت الأمور ديالها. هذا اللي كاين، وتنظن أن ما كاينش شي حاجة اللي هي اكستراوردينير، ولكن كاينين أن القطاعات، جميع القطاعات خصوصا أن القطاعات ديال الميناء المتوسطي يعني منضوية تحت اللواء ديال الاتحاد المغربي للشغل، فهم كذلك كانت التمثيلية ديالهم داخل المكتب التنفيذي وداخل المكتب الجهوي. يعني أستاذة أمينة، كتبقى كل القطاعات عندها نفس الامتيازات ولا كيكون شي اختلاف معين؟ ما كاينش اختلاف. هو الاتحاد المغربي للشغل عنده واحد القوه، هي دوك الجامعات القطاعيه بحال دابا السكك الحديديه، البريد، التعليم، الضمان الاجتماعي، الصحه. هاد لي سيكتور هادو كلهم، والصناديق ديال الضوء، ديال الماء الصالح للشرب، الضمان الاجتماعي، هادو كلهم هي قوة، ولكن تتبقى كتشتغل تحت لواء الجامع ديالهم، اللي المركز ديالها هو اللي في الدار البيضاء. وتيبقى كذلك اللي مهم جدا وهو يعني القطاع الخاص. نعم أستاذة أمينة، كلمة أخيرة كتوجهها للطبقة العاملة اليوم من خلال هذا المنبر. اللي كنبغي نقول لهم هي ان هذا التشتت انا بعدا ما تعجبني شيء ديال العمال، لان كنخليهم كل واحد كيجبد شي شويه، عمر الاتفاق بيناتهم ما غادي يكون. انا تنتشبت بالوحده ديال الطبقه العامله، وتنتشبت بالحق ديال التنقيب ديال هذه الطبقه هذه، لان بالنقابه ممكن يعني يكونوا حتى هما يتوفر لهم العيش الكريم، ويتوفر لهم كذلك ما نقولش لو بيانيتر، ولكن يعني المسائل اللي هي ضروريه، على الاقل يصون الكرامه، المسائل اللي هي ضروريه اللي ممكن الحق في التعليم، الحق في التطبيق ايضا، الضمان الاجتماعي، الحمايه الاجتماعيه ما عندهم الحق. هذه الحقوق كامله، لان ملي كنجيو يعني نتمعنوا فيها تلقاو ان القله القليله جدا هي اللي كتطالب بالحقوق ديالها في هذا المجال. والنساء والرجال اللي هما كيكونوا متزوجين هما اللي كيبقاو ينيضوا الصداع باش تكون عندهم هذه الواجبات الخاصه بالحمايه الاجتماعيه والصحيه. ولكن الغير المتزوجات ستبقى لهم انهم يعني الاغلبيه ديالهم راه ما كيتمتعوا شايب، هذه ما كتجي فين تزوج حتى كتكون ضربات واحد السنين، ولكن راه ما عندها لا تغطيه اجتماعيه لا تغطيه صحيه، ما عندها حتى شي حاجه. وهذا تنتمنى ان العاملات والعمال يعني يشعروا بهذا الاهميه ديال هذه الحقوق او الاهميه ديالهم بالتشبث بالحقوق ديالهم. نعم أستاذة أمينة، كنشكرك على هذه التوضيحات، وكنشكروا قبولك دعوتنا اليوم. أنت مسؤولة عن علاقات الاتحاد المحلي للشغل. العلاقات الخارجية يعني فيها العلاقات العامة، فيها العلاقات. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذة أمينة. يلا خير، شكرا لك. كترت المثل والراوي قالوا قال هذه قصة مشات من وادي لوادي. آدم وموسى ومحمد وعيسى يا سيدي حب قلبي لحبابي.
إذاعة طنجة خلال فترة الصباح والزوال من 8 إلى 2 على موجتي FM 104 و 88.7 وعلى القمر الاصطناعي هوتبرد في موقع 13 درجة شرقا بتردد 10872 وباستقطاب عمودي وعلى زيمبور رايت 27500. الصحة تاج. عدنا والعبد أحمد مستمعينا مستمعاتنا الصحة تاج على رؤوس الصحة لا يراه إلا المرضى إلا المرضى. في هذه الفقرة فقرة الصحة تاج معنا الدكتور سمير سقراط خريج سقراط عفوا كنت بغي نكون سقراط مزيان. طبعا الطبيب سمير سقراط هو اختصاصي في الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل. موضوع اليوم اخترنا آلام الرقبة أو المفهوم الخاطئ اللي الناس ربما كيسميوها سياتيك ديال الرقبة، ولكن الأستاذ والدكتور سي سمير قالنا بأن ما كاينش حاجة اسمها سياتيك ديال الرقبة، كاين آلام ديال الرقبة. سي سمير مرحبا بك. شكرا جزيلا. كنشكركم على هذه الاستضافة. مرحبا. إذا باش نبداو ألم الرقبة، أولا وقبل كل شيء خصنا نقسموه شنو هو هذا الألم ديال الرقبة. كيمكن إجماليا نقولوا كاين ثلاثة الأشكال ديال الألم ديال الرقبة. كاين أولا الألم اللي داخله في إطار ديال واحد المرض عام. نعم. كيمكن يكون مرض كيمس بزاف ديال الأعضاء وفي نفس الوقت كيمس المفاصل ديال الرقبة، وبالتالي كيترجم داكشي بآلام. نعم. هذا واحد من الاشكال، وبالتالي السبب كيتعلق العلاج كيتعلق بعلاج السبب. علاج السبب يعني المرض واش كتكون ربما الحركات اللي كيعملوها الناس ما كينتبهوش لنوع الحركات. لا اسمح لي دابا غادي بعدا نقسموهم. فهمتيني؟ هذا الشكل هذا اللي هضرت عليه دابا اللي هو داخل في اطار مرض عام، ماشي هو الشكل الاكثر شيوعا، وبالتالي العلاج ديالو كيرتبط بالعلاج ديال السبب. نعم. كاين القسم الثاني، قلت كاين ثلاثه ديال الاشكال ديال الالام. القسم الثاني ولا الشكل الثاني ديال الالام هو الالم اللي متعلق باضطرابات منطقيه في الرقبه، واللي معلق اساسا باضطرابات في المفاصل ديال الرقبه وفي العضلات وفي ذاك المنطقه كامله، كل ما يدور في ذاك المنطقه. هذا الشكل الثاني. الشكل الثالث هو الالم ديال الرقبه اللي مرتبطه بصدمات، يعني شي واحد اللي دار واحد حادثه شغل او حادثه سير، كتوقع واحد الصدمه اللي كيكون من التبعات ديالها هذا الالم ديال الرقبه. اذا الشكل الثاني اللي هو متعلق باضطرابات في ذاك المنطقه ديال الرقبه اساسا، يعني ماشي متعلق بمرض عام وماشي متعلق بحوادث، هو الاكثر شيوعا، هو اكثر من 90% ديال الالام ديال الرقبه، واللي كنحب باش نهضروا عليه لانه هو اكثر شيوعا. نعم. اذا هنايا هذا هو سميتو، هذا هو اللي كنشوفوه يوميا، والناس اللي شائع بين الناس، اللي شائع بين الناس، والالم اللي اكثر شيوعا واللي كيعانيوا منه. انا قلت لك اكثر من 90% ديال الناس اللي كيعانيوا من الم الرقبه. هذا الشكل هذا متعلق بمجموعه ديال المعطيات اللي معروف عند الناس هو لاختروز. لاختروز هو تاكل الغضروف ديال المفاصل اللي كيجي بتقدم ديال العمر. نعم. هذه واحد الحاجه شويه مغلوطه. كاين بطبيعه الحال لاختروز عندها واحد الدور في ذاك الالم ديال الرقبه اللي هو اكثر شيوعا، ولكن ماشي هو كل شيء. يعني ما كتاثرش بنسبه كبيره. ما كتاثرش بنسبه كبيره، اذ انه باش نوضح الصوره كيمكن ناخذوا جوج د الناس عندهم مثلا 50 سنه، واخا واحد عنده الم ديال الرقبه والاخر ما عندوش، ونديروا صور عندهم وغنلقاو نفس الحده ديال لاختروز عند الواحد وعند الاخر، وبالتالي كيلعب دور لاختروز ولكن ماشي بوحدو. تقولي شنو هو الاشياء الاخرى اللي كتلعب الدور؟ الاشياء الاخرى هو ضعف الليونه ديال العضلات. هاد ضعف الليونه دكتور مين كتجي؟ واش من الحركات اليوميه، من نوع الاطعمه، شنو بالضبط؟ لا، ضعف الليونه ناتج اساسا على ضعف اللياقه البدنيه. اذا غالبا الناس اللي ما كيديروش واحد الرياضه منتظمه وما كيديروش واحد الرياضه اللي هي صحيه كيكون عندهم هاد المشاكل ديال الالم ديال الرقبه والظهر عامه اكثر من غيرهم.
اذا ضعف اللياقه البدنيه، وكذلك التقدم في العمر كيؤدي انه المفاصل كتفقد الليونه ديالها. ولكن هذه المساله هذه في حد ذاتها ماشي مرضيه، بحال الشعر الابيض ديال المفاصل هو فقدان داك الليونه، وخص الانسان يمشي معاه، ماشي واحد الحاجه ضار. اذا هذا هو زيد على ذلك اذا الاخطاء اللي كنرتكبوا ملي كنكونوا جالسين في البيرو، الاخطاء اللي كان المهنه ديالنا كل واحد والمهنه ديالو لاش معرضاه. مثلا شي واحد اللي عنده مهنه كيحرك فيها العنق ديالو بزاف وكيحني بزاف كيكون معرض اكثر من غيره باش يكون معرض هذا الالم ديال الرقبه. اذا هذا واحد المعطى الاخر، وغادي نخليك من بعد نبقى غير نجاوب على الاسئله ديالك. نعم. المعطى الاخر هو انه بعض المرات كيكون هذا الالم ديال الرقبه تينحاصر في الرقبه وما كيمشيش لبلايص واحد اخرين. بعض المرات هذا الالم ديال الرقبه كيمكن له يمشي حتى للاصبع ديال اليد، وبالتالي هذاك هو كيكون علاش كيكون بعض المرات ضغط على الجذور ديال الاعصاب اللي كيمشيو لليد من العنق، وهذاك بحال السياتيك في الرجل. الاعصاب اللي كيمشيو لليد، الاعصاب اللي كيمشيو للرجل كيمشيو من اسفل الظهر. نعم. والاعصاب اللي كيمشيو لليد كيمشيو من العنق، وبالتالي ملي كيكون ضغط كيكون هذاك سميتو. هذا واحد المعطى. والحاجه حتى هي اللي مهمه هو انه بزاف الناس كيجوا عندنا كيتشكاو من العنق، ملي من خلال الفحص السريري كنلقاو بانه المشكل عنده في الكتف ماشي في العنق. وفيس فيرسا بعض المرات كيكون بالعكس، كاين شي وحدين كيتشكاو بالكتف وملي كنقلبوا كنلقاو المشكل عنده في العنق. اذا هذه المسائل هذه جاري بها العمل، وبالتالي باش نوضح هذه المساله هذه. اذا هنايا هذا الشيء بالنسبه للتشخيص. بالنسبه للعلاج حاجه واحده اخرى. اذا العلاج كتبقى بحال اللي قلت لك كينقسم لثلاثه ديال ملي كيكون واحد الصدمه، يعني عند خوماتيزم داخله في يعني اطار حادثه، كل وضع كل وضع تشخيص وكل وضع وعلاج. بطبيعه الحال. الحاله الثانيه لان اللي هي اكثر شيوعا يعني وهي معلقه باضطرابات ديال المفاصل وديال العضلات اللي ديجينيراتيف اللي كتجي مع التقدم في العمر، واللي كتجي بالوضعيات القبيحه في اثناء العمل، واللي كتكون متعلقه اما بالعمل ولا بالحياه اليوميه. واخا العمل كنساو ديما العيالات اللي في الديور كيخدموا في الديور، اللي طبعا كيتحركوا اللي ربات بيوت. نعم. راه حتى هما فهمتي، حتى هما راه هذاك عمل كيؤدي لواحد التعب كبير، وكيمكن يتشكوا من هذا الالام اكثر من الناس اللي اكثر من بعض المرات في بعض الحالات اكثر من العيالات اللي خدامين على برا. نعم. اذا هذا ما يمكن ما خصناش نتغاضوا على هذه القضيه هذه. العلاج كيبقى واحد العلاج فردي، يعني استراتيجيه العلاج ما كتكونش عند واحد بحال واحد اخر. يعني على حسب استراتيجيه العلاج على حسب الشخص، على حسب المهنه ديالو، على حسب الحياه اليوميه ديالو، على حسب الدرجه ديال ضعف اللياقه البدنيه ديالو، على حسب واش كيدير واحد الرياضه ولا ما كيديرهاش، على حسب الدرجه ديال ضعف القوه ديال العضلات ديالو. اذا هو علاج ميديكو ريديكاتيف، يعني طبي وترويضي. هو علاج بمثابه مشروع حياه. كل واحد كتدرس معاه المعطيات اللي كتخليه عنده داك الالام، وكدير معاه واحد الاستراتيجيه علاجيه اللي هو كيكون مساهم فيها ب 80%. حنا غير كنرشدوه باش الطريقه اللي ممكن اللي غادي الاشياء اللي غادي يبدل في الحياه ديالو، فهمتي، باش يولي افضل. ولكن الاشياء دكتور، هذا الالم ديال الرقبه واش ممكن يكون عنده تاثير على العمود الفقري؟ بطبيعه الحال ملي كيكون واحد الالم مزمن. شنو هو الم مزمن؟ باش ما يفهموش الساده المستمعين، ديما ملي كنهضروا على الم مزمن كيجيب لهم الله بانه ما غيبراش. الم مزمن هو واحد الالم اللي تكون الحده ديالو كثر. لا، الالم مزمن هو اللي يبقى عند الانسان اكثر من 3 شهور. ملي كيكون الم مزمن كيولي
كيحدث واحد الحلقه مغلقه. لانه ملي كيكون الم مزمن كنحاول نقلب على واحد الوضعيه باش نتفادى ذاك الالم. ملي كنحاول نقلب على ذاك الوضعيه باش نتفادى ذاك الالم كيمكن ينتج عليه الم واحد اخر. وحنا ماشيين وبالتالي كيولي واحد الحلقه مغلقه. وبالتالي العلاج كيتطرق لذاك الحلقه المغلقه باش يهرسها كيشوف العلاج الالم الاساسي فين هو. اذا باش الا بغيتي واحد الخاتمه بسيطه ويمكن نهضروا، هو الالام ديال الرقبه في المجمل ديالها الاغلبيه ديال الالام ديال الرقبه الام حميده ما متعلقاش بشي مرض، ماشي في حد ذاتها ما كتشكلش خطوره. العلاج ديالها هو علاج طبي وترويضي، هو علاج فردي. ما كاينش شي علاج كيشبه، ما كاينش شي واحد في العلاج ديالو كيشبه لواحد اخر. كناخذوا بعين الاعتبار المعطيات كامله والمعاينه الشامله ديال واحد الانسان، وبالتالي كنقترحوا العلاج على حسب ذاك الانسان. ما كاينش شي ماشي بحال اللي كنداويو الحلاقم نفس انتيبيوتيك ولا نفس استراتيجيه، لا، كل واحد وكنعالجوه على حسب المعطى ديالو. كون انها حميده هذا لا يعني بانه ما خصش الانسان يعالجها، لانه الا ما عالجاش الانسان واخا حميده كيكون عنده واحد التاثير واحد الوقع على الحياه الاجتماعيه ديالو، على الحياه المهنيه، على الحياه النفسيه. كاين اكتئاب كرد فعل لواحد الالم مزمن. اذا هذه المسائل هذه ما خصوش. الطبيب ديال الطب الفيزيائي والتاهيلي من الاطباء اللي هما كيعتبروا الاكثر اهليه لعلاج هذه المسائل. علاش؟ لانه العلاج ديال هذه الاشياء طبي وترويضي وتاهيلي. اذا مشروع حياه اللي كنديروه ماشي الطبيب ديال الطب الفيزيائي بوحده، ولكن من الاطباء اللي هما اكثر اهليه، من الاختصاصات الاكثر اهليه باش يعالجوا هذا الشكل ديال الاضطرابات. طيب دكتور، البنيه الجسميه ديال الانسان ممكن تاثر الا كان الانسان ربما غليظ بزاف او نحيف بزاف، ولا ما عندها حتى شي علاقه؟ بطبيعه الحال بحال اللي قلت اللياقه البدنيه. اللياقه البدنيه شنو هي اللياقه البدنيه؟ هي الدرجه الليونه ديال العضلات، الدرجه الليونه ديال المفاصل، والقوه ديال العضلات. وبالتالي واحد الانسان اللي ما كيلعبش الرياضه ولا اللي عنده واحد البدن، يعني عنده واحد اللياقه البدنيه ضعيفه، وبالتالي غادي يكون متعرض اكثر من غيره باش يكون عنده الم ديال الرقبه والم الظهر عامه. الناس اللي عندهم ضعف اللياقه البدنيه كيكون عندهم الم الظهر بصفه عامه، ماشي غير اكثر كيكون في الرقبه وفي اسفل الظهر، اللومبالجي، فهمتي. ولكن ايضا كيمكن له يمس العمود الفقري كامل، وهذه هي الاكثر شيوعا. هذا مرض العصر. وهذا مرض العصر ناتج على كون انه كاين بطبيعه الحال الاشياء اللي ما هضرناش عليها هما الاشياء النفسيه. يعني الجانب النفسي كيأثر. الجانب النفسي كيأثر بزاف. كاين ماشي المشكل النفسي هو السبب في الالم، بل ملي كيكون الام وكيكون معاناه نفسيه كيزيد يتكرس. هذيك الاضطرابات النفسيه كتكرس ذاك الالم، وبالتالي ما يمكنناش نعالجوا الانسان بلا ما ناخذوا بعين الاعتبار ذاك المشكل النفسي. اذا العلاج هو شامل وفردي بحال اللي قلت لك. طيب دكتور، الا مشينا للجانب التغذيه، واش عندها شي تاثير معين؟ تغذيه سمي كتكون تغذيه سليمه او ماشي سليمه ممكن تاثر. ما ينصح بها، ولكن على حسب معرفتي ما كاينش شي علاقه بين التغذيه وهذا الالم. هادشي اللي كاين. طيب الا بغينا العلاج، خاصه نمشيو للجانب ديال ربات البيوت اللي تقول لك انا مثلا ما عنديش شكون اللي يعمل لي الشغل، خصني نتحرك، شنو هو العلاج او الطريقه الصحيحه باش نتفاداو هذا الالم ديال الرقبه؟ اول حاجه خاص المعاينه بحال اللي قلت لك، خاص التشخيص باش نعرفوا اش من شكل. ثاني حاجه خاص المعاينه ديال المدى ديال ضعف اللياقه البدنيه، واش خاص داك المراه ترويض ولا خاصها ما خاصهاش ترويض، خاصها غير دير واحد الرياضه بصفه منتظمه، وفي نفس الوقت نصحوا الاخطاء ديالها اللي كدير اثناء المزاوله ديالها ديال النشاط اليومي. وهذوك اشياء بسيطه اللي يمكن يكون عندهم واحد الفعاليه كبيره بزاف. يعني بعض المرات كيجيو عندي الناس كيلتجؤوا للاقراص. هذه سنين هما كيلتجؤوا للاقراص. الاقراص غير واحد الحاجه اللي كتساعد، اللي داخله في اطار الاستراتيجيه ديال العلاج، ولكن بواحد الطريقه رشيده ومحكمه، ماشي
ماشي غير الاقراص الناس كيجلسوا وكيقول لك هذاك هو اللي غادي يعالجني وياخذ الاقراص. لا، خاص اقراص، والاقراص هي اللي غتمكن الانسان باش يدير واحد الترويض بواحد الطريقه بلا ما يحس بالالام، وباش باش يربح واحد اللياقه البدنيه مزيانه، وباش يشوف يدير المعاينه الاخطاء اللي كيرتكب يوميا. بحال اللي قلت لك هو مشروع حياه اللي الطبيب ديال الطب الفيزيائي والتاهيلي كيواكب الانسان ذاك المشروع ديال الحياه، واللي ذاك الانسان كيكون مساهم 80%. الطب دابا ما بقاش الطبيب كتجي عنده كيعطيك كل شيء، الا ما ساهمتيش معاه راه ما كاينش النتيجه. نعم. طيب دكتور، البعض ممكن بحال اللي قلتي كتكون عنده شي مهنه معينه يقول لك انا هذه المهنه هذه هي الطريقه اللي كنشتغل بها، دونك خصني دائما حاني ديما هذه، وكتكون ديك الطريقه هي سبب في الالم. واش كاين شي طريقه اللي ممكن انه مثلا ادويه او باش كتنصحوهم في هذه الحاله؟ في هذه الحاله العلاج فردي ايضا، يعني كنشوفوا شنو هي الوضعيه اللي كتخليه يكون عنده داك الالم. واش كاين شي طريقه؟ غالبا ما كنلقاو طريقه باش نتفاداو داك الوضعيه، ونلقاو طريقه باش نلقاو واحد الوضعيه واحده اخرى اللي هي كتعطي اقل الم. وفي اقصى الحالات كيمكننا نتصلوا بالطب ديال الشغل ونحاولوا ما امكن باش نغيروا بواحد الطريقه وديه. دابا العلاقه ديالنا مع الطب ديال الشغل كنحاولوا ما امكن باش تكون وديه، وباش يكون باش، لانه الله يحسن العون للجميع، حتى لي زونتربريز يعني المقاولات وداك الشيء عندهم بعض المرات دي بوست اللي ما غادي يمكن اللي معرضين الناس باش يكون عندهم الام. وبالتالي لازم يخدموا شي واحد في ذاك البوست. ما غادي يمكنلكش تقول ما يتقدم حتى واحد، اذا المقاوله كلها غادي تهدى. اذا خصنا نلقاو واحد لو كومبرومي، واحد الحل. اذا غادي يمكننا نقولوا بحال دابا مثلا واحد الانسان يخدم عام تما ومن بعد ينتقل لبلاصه واحده اخرى ويجي يكون ان تور هكذا. هذا غير مثال، ولكن خصنا نلقاو الحل في اطار فردي وحتى في اطار شمولي، في واحد المقاوله، وفي اطار واحد خاص واحد لو ديالوغ ما بين مع الاطباء ديال الشغل، مع بزاف ديال المسائل. اذا ماشي لانه بحال اللي قلت هذه واحد الالام اللي هي متعلقه باضطرابات منطقيه، ماشي باضطرابات عامه، ماشي مشكل عام، ماشي مرض. نعم. الاغلبيه كيكون كتسمى دي دولور ميكانيك، يعني بحكم واحد الحركه اللي كتعاود بزاف بشكل يومي كتأدي الالم، بحال واحد العياء ديال داك المفصل ولا ديال داك الديسك اللي واحد العياء، وبالتالي كيترجم داك الالم. اذا اولا خاصنا العضلات اللي دايرين بداك المفصل نقويوهم ونعطيهم ليونه اكثر، وبالتالي غادي يدعموا داك المفصل. نعم. هذه الاولى. والثانيه نشوفوا شنو هي هذاك الحركه اللي كتعود بزاف واللي كتعطي داك الالم، ونحاولوا نصحوها، ونحاولوا نتفاداوها، ونحاولوا او اي حاجه، كل شكا يابا، كل حاله بوحدها. اذا دكتور، الا بغينا نختموا بالنصائح اللي ممكن تعطيها لهاد الناس اللي كيعانيوا من هذا الالم الرقبه، شنو؟ ما يسكتوش عليها، خاصهم يدوزوا، ما يقولش هذا بزاف الناس كيقول لك هذه الم غادي نعيش بها. هذا خطأ كبير. الا غادي تعيش بها راه غادي تعيش معذب حياتك كامله، لان طبعا الحال كتوصل لواحد المرحله الانسان ما كيقدرش يتحمل، بحال اللي قلتي ربما تاثر حتى على اليد، فبالتالي الحركه ربما ديال اليد كتقل، او ربما لا قدر الله توصل ما لا تحمد عقبها. ما تاثر على اليد بعض المرات، واخا يبقى الالم غير في العنق، راه كيأثر سلبيا على الانسان، كيأثر سلبيا على الحياه ديالو. راه الانسان ما تيولي كيغوت مع الاقرباء ديالو، لانه ما كيعرفش علاش. قدرة الاحتمال ما كتبقاش. الانسان تبدل هذا السيت، تبدل علينا، كان خاطر واسع وشو كيولي غير هذاك لانه عنده الم مزمن وما كيعالجهاش، وما كياخذوش الناس بعين الاعتبار هذه المسائل هذه. هذا غير مثال باش نعطيك، لانه الواحد راه بزاف الناس كيقولوا انا ما فهمتش شكون اللي دار هذه المساله في الدماغ ديال عباد الله. بزاف الناس كيقول لك هذا الم دابا تسنست به غتنعيش معاه. ما حنا ما مديورش، الانسان ما مديورش باش يعيش في الالم. وفي القرن ال21 ما كاينش شي الام، المعطيات الطبيه ما كاينش شي الم اللي ما كيمكنناش ما نعالجوش. نعم. حتى داك الالم اللي كيكون في لي كونسير، في الاورام الخبيثه، في هذا كاين الحل ديالهم، والانسان ما خصوش يبقى معذب. اذا الالام كما كانت في القرن ال21 هذا النداء، ما خصش واحد يبقى يقول غادي نعيش بهذا الالم هذا
حق من حقوق الانسان. نعم. الانسان باش يعيش بلا الام. نعم، هو اكيد ما دام كاين داء الا وكاين دواء. استاذ سمير سقط، كنشكرك على هذه المعلومات القيمه اللي غنيتي معنا من خلالها هذه الفقره. اذكر انكم اختصاصي في الطب الفيزيائي واعاده التاهيل، خريج كليه الطب في الرباط وبلجيكا. شكرا لك. انا اللي كنشكركم والشكر الجزيل لكم. مستمعينا، لازلنا وإياكم ضمن فقرة مجلتكم الأثرية صباح الخير من طنجة. بعد في تمام 10:30 تلتقون مع زميل عبد الكريم صدوق في موجز إخباري، ولنا عودة، ما تغيروش الموجة. مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالف ما تعود. مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالف ما تعود. مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف ما تعود. ما دام الحب بينا مفقود انت منا بعوز سقيتينا سقيتينا، ما دام الحب بينا مفقود وانت منا بعوز سقيتينا سقيتينا، ما دام الحب بينا مفقود وانت منا بعوز سقيتينا سقيتينا. بسم المحبة بسم الأعماق وحر الشواق، كان ترجك سول فينا ورجع لينا، يذوب الصمت وتتكلم أغانينا. مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتينا وشرتينا وحالف ما تعود. مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتينا وشرتينا وحالف ما تعود. ما دام الحب بينا مفقود وانت منا بعوز سقيتينا سقيتينا، ما دام الحب بينا مفقود وانت منا بعوز سقيتينا سقيتينا، ما دام الحب بينا مفقود وانت منا بعوز سقيتينا سقيتينا. بسم المحبة بسم الأعماق وحر الشواق، كان ترجك سول فينا ورجع لينا، يذوب الصمت وتتكلم أغانينا. مرسول الحب غيابك طال هاد المرة، غيابك طال هاد المدة. مرسول الحب غيابك طال هاد المرة، غيابك طال هاد المدة. وقلوب الأحباب وانت بعيد وانت بعيد، ولات صحراء لا يحركها إحساس جديد ولا تنبت فيها زهرة ولا تنبت فيها زهرة، لا يحركها إحساس جديد ولا تنبت فيها زهرة ولا تنبت فيها زهرة. تفتح بالشذا والطيب وتونس اللي بات غريب بات غريب بات غريب تايه فليل تايه فليل بلا قمرة.
10:30 في استديوهات إذاعة طنجة. موعدكم مع موجز للأنباء. أهلا بكم بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى. يعقد المجلس العلمي الأعلى يومي 13 و14 ديسمبر الجاري بمدينة فاس أشغال دورته العادية 17. بمناسبة عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2014، أهاب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المقيدين في هذه اللوائح أن يتقدموا بطلبات تسجيلهم لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية إلى غاية 31 من الشهر الجاري. أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة السيد عمر مورو أمس الأربعاء أن البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يصب في مصلحة الجانبين ويمكن من تعزيز علاقات التعاون البيني. تنطلق اليوم بمدينة تطوان الدورة الأولى من برنامج التكوين المستمر الذي تشرف عليه الجماعة الحضرية، والذي يهدف إلى تنمية قدرات الموظفين والمنتخبين الجماعيين لمواكبة المستجدات التي تعرفها الإدارة الجماعية في شتى المجالات الخدماتية. تتواصل بمدينة وزان الحملة الثقافية والتربوية التي تنظمها جمعية أساتذة اللغة العربية بالمدينة حول موضوع اللغة العربية تتحدث عن نفسها. تنظم جمعية التواصل والتضامن لمساعدي الصيادلة بتطوان بدءا من يوم الأحد المقبل حملة للتبرع بالدم بالمركز الجهوي لتحاقن الدم ثانية رمل. تعزز المشهد الجمعوي بمدينة تطوان بتأسيس جمعية أصدقاء العود المهتمة بالمجال الفني والموسيقي والآلات الموسيقية العريقة والبحوث في مجال الموسيقى. موعدكم مع تفاصيل هذه الأنباء في 11:30 إن شاء الله لحظات، وتلتقون مع الزميلة ثريا الحسان. إذاعة طنجة الأقرب إليكم، تواصلوا معها عبر البريد الإلكتروني radiostation@menara.ma. زوال كل خميس ابتداء من منتصف النهار وحتى 1 تلتقون مع برنامج بسرعة ومن غير تردد. بسرعة ومن غير تردد محطة إذاعية تتوخى التثقيف والترفيه. راني
عزيزي السائق، رجاء ما تكونش من دوك السائقين اللي كيسوقوا وليداتهم اما في حجرهم او جالسين بوحدهم في المقعد الامامي ديال السياره. الا كتبغي فعلا ولادك اعمل لهم الواجب ديالهم في المقعد الخلفي ديال السياره باش يرتاحوا هما وتهنى انت. لنغير سلوكنا. مع تحيات اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير. إذاعة طنجة على موجتي FM 104 و 88.7 حتى 2 بعد الزوال. أناقة وأزياء. لازلنا معكم مستمعينا مستمعاتنا في فقرات صباح الخير من طنجة إلى حدود الساعة 11. وصلنا لفقرة أناقة وأزياء كيف ما سرنا في بداية هذه الحلقة مع المصمم الشاب الواعد طاهر فلاح اللي موجود معنا في الاستوديو. طاهر صباح الخير. صباح الخير عليكم وعلى جميع مستمعي إذاعة طنجة. شكرا لتلبيتك دعوة. طه احنا عرفنا بأن السبت الفائت تم تنظيم ديفيلي طنجة الفاشن بقصر الألوان. هذا النشاط شنو الجديد فيه؟ الجديد أنه أول تظاهرة من نوع ديالها في مدينة طنجة اللي جمعت ثلة من المصممين الأزياء على مستوى المغرب وعلى مستوى عالمي. كان حضور الحمد لله كثيف. لي طنجاوا جاو شافونا وجاو تعرفوا على اخر الصيحات بالنسبه للموضات ديال لا اوت كوتور تراديسيونيل. والحمد لله كان عرض في المستوى على مستوى التنظيم على مستوى المشاركين فيه. هلا ذكر اخر الصيحات، شنو الجديد اليوم في اخر صيحات في القفطان المغربي؟ احنا وصلنا لواحد المرحله في القفطان المغربي ما بقاتش اخر صيحه، ولكن بقات كل مبدع وكل مصمم ازياء كيحاول يفرض راسو، يفرض لا توش ديالو، يفرض اللمسه ديالو على القفطان المغربي. وهذا الحمد لله بان لانه الحمد تبارك الله احنا كمصممين ازياء كثرنا، حنا بزاف بينا، وكل واحد كيحاول تشاكان سو ديماركي، يعني كل واحد خصو فوالا اللمسه ديالو. فالحمد لله ما كاينش اون توندونس اللي كيتبع كل شيء، فقط كاين تميز. كل انسان كيحاول يخترع في الحدود الامكانيات ديالو، في حدود بيان سور الابداع ديالو. دائما في حدود الاختراع كيبقى القفطان المغربي عنده طابع تقليدي ما كنخرجوش عليه. تقليدي اليوم اصبحنا طه كنشوفوا ان داكشي القديم ولا طبعا شنو الجديد في داكشي القديم وشنو ممكن نقدروا نقولوا انا الشيء القديم ولا نقدروا نقولوا ايضا انه الاذواق تختلف. يعني احنا كل واحد كيعجبو يلبس على حسب الذوق ديالو. حنا كمصممين ازياء كطه في الله كنحاول ننصح لي كليونت ديالي ولا الناس اللي كيتعاملوا معايا انهم يلبسوا الحاجه اللي كتواتيهم. هذا اهم حاجه. مي كنقولوا كتواتيهم واش من خلال الشكل واش من خلال البنيه الجسميه شنو بالضبط؟ طبعا من خلال الشكل، البنيه الجسميه، لون البشره، اللون ديال الاعين، الشفو، الشعر. هي مجموعه من لي كريتير، من المعايير كتجمع في هذه الشخصيه هذه اللي كتشكل طريقه اللباس ديالها. يمكن في الاول ما كتكونش واضحه عند المصمم الازياء، ولكن بالتعرف على لا كليونت بشويه بشويه الانسان يقدر يقنع لا كليونت ديالو. طيب لا كليون كيتقتنع ولا كيجيب واحد الفكره، مثلا كيجيب لك شي ثوب معين كيقول لك انا هذا عجبني، ربما حتى ما يجيش معاه. شنو في هذه الحاله كنظن ان اصلا اون كليونت ملي كتكون ماشيه عند مصمم ازياء ماشي كتمشي عند خياط، كتكون ماشيه عند مصمم ازياء كتكون مقتنعه به اولا، كتكون ماشيه بواحد الفكره انها هي ماشيه بانه هو يقترح عليها شنو غادي يجيها مزيان. يمكن بعض المرات كتكون هاد لا كليونت ماشي متوفقه في شراء الثوب ديالها، يعني نقدر نصحها او نقدر نحاول نحسن ولا انا بطريقه الخدمه ديالي وفي الصاله ديالي والشغل ديالي ديك نخرج شي حاجه مزيونه من ديك الثوب. يعني كتحاول تمزج مثلا بين الالوان. احنا كنعرفوا بان ربما الموضه ديال اللون هذا يواتي هذا ما بقاتش، يعني اليوم تم خلق مزيج من الالوان. هذه الموضه واش باقا طه ولا طرا شي تغيير جديد؟ طبعا باقا. لي كونتراست هما اللي كيخلقوا ديك الابداع، هما اللي كيخلقوا ديك الحاجه اللي كتكون غريبه ومتميزه. ملي كنشوفوا بعض الالوان اللي كيقول اغلبيه الناس كيتفقوا انها ما كتجيش مع بعضياتها، ملي كنمزجوها كتعطي واحد الجماليه، كتعطي واحد المنظر مختلف. فهادشي الناس كيتسل الانتباه ديال الناس. ولكن كاين بعض الناس لحد الان ما كيزعموش ولا الاوز با في او نيفو دي كولور، ولكن كنحترموا الذوق ديالهم، كنحاولوا نبدعوا لهم بطريقه اخرى. طيب طه قبل حنا كنعرفوا كان الشغل المعلم تعصب يعني طاغي على الساحه في القفطان المغربي. واش باقي ولا طرا شي جديد؟
هو التعصب شويش قلال. والتعصب فيه وفيه يعني كنهضروا على التعصب يعني كنهضروا على يعني هادو كلمات تقنيه بزاف كنسمعوا تقنيه بزاف الناس يعرفوهم ما يعرفوهمش ولكن التعصب فيه انواع. حكي واحد نوع التعصب اللي حنا ديباسينا ما كناش كنستخدموه دابا حاولنا نخترعوا اشكال جديده من التعصب لكن كيبقى الزواق المعلم يعني الزواق البلدي ديالنا الرقيق هو دابا تري اون فوغ يعني دابا تري زالامون يعني حتى انا كنعرفوا الزواق المعلم خرج قبل التعصب ومن بعد جا التعصب ودابا رجع عاود طبعا عاود رجع المعلم ولكن دابا الناس كيتجهوا اكثر من للتنبات والطرز اليد. التنبات مي كنقولوا التنبات واش التنبات ديال الجوهر بغيتي تقصد؟ فوالا التنبات ديال الجوهر التنبات ديال الجوهر والطاز اليد هو دابا الناس حيت الناس طلع لهم في راسهم الزواق المعلم طلع لهم في راسهم التعصب بغاو يشوفوا حاجه جديده فاتجهنا اكثر للتنبات والزواق والطرز اليد. ولكن مي كنقولوا الطرز اليد هذا يعني ما كيمشيش شويه داك الشيء قديم ربما البعض يقول لك ان الطرز ربما كان قديم واحد الفتره وهذا هو فوالا الطرز اليد يعني كنقولوا الطرز اليد في انواع في اشكال وانواع. حنا كنحاولوا نضيفوا واحد اللمسه ديال فيها شويه ديال لا مودرنيتي بطريقه ديال الالوان ديال مجال الالوان بطريقه ديال الطرز اللي كنقولوا الطرز البليد ما كنقولوش الطرز العادي كاين لا برودري اون ريليف كاين اللي كتكون لا برودري وفيها لاكروستاسيون يعني لا برودري تنبات فهذه حسنا من يعني كتعطي صوره جديده. حنا شفنا اليوم طبعا فاتت الدوره ديال 13 المهرجان الدولي للفيلم مراكش القفطان المغربي كان حاضر بقوه خلال مجموعه من الفنانات. نظر البعض قال بعض المصممين اللي قالوا بان القفطان ما كانش حاضر بالطريقه اللي كان ممكن انه يكون. يعني انت نظرتك كمصمم كيفاش شفتي القفطان كان هذه الدوره من المهرجان الدولي لمراكش؟ بالنسبه لي انا القفطان المغربي كنظن كمتابع يعني بسيط انا كنت مشغول بزاف بالتحضير للديفيلي ديالي فاني شفت انا منين مثلت القفطان المغربي هي العارضه والمقدمه البرامج ديال حديبي اللي مثلت القفطان بطريقه جميله ابار سا جي با ترو في اتونسيون اوز اوتر ولكن لاحظت بانه الفنانات اللي كانوا كيلبسوا القفطان المغربي كل عام هذا العام نقصوا ما لبسوهش كاين يلبس اون روب سواري كاين يلبس اون كوستيم جو سي با لا ريزون بلات ما جبروش. ولكن الناس اللي لبسوا يعني واش عطاو مثلوا القفطان المغربي حق التمثيل؟ لا بالنسبه لي الناس اللي شفتوا لبسوا القفطان المغربي لا مثلوا القفطان المغربي بشكل مهم وماشي ضروري ما كنهضرش على القفطان المغربي كقفطان مغربي عادي كاين يلبس القفطان المغربي في واحد لابسه عصريه لابسه عصريه وهذا ما كينقصش من القفطان المغربي بالعكس كيفتح له ابواب اخرى من العالميه والناس كيتعرفوا عليه بطريقه اخرى ماشي مشكل. كنشكرك طه على هذه المداخله الطيبه وانك جيتي عندنا الاستوديو والمزيد من التالق في عالم القفطان. ان شاء الله نشوفك سفير القفطان المغربي ماشي فقط على الصعيد الوطني بل ان شاء الله الصعيد العالمي. ان شاء الله. شكرا مره اخرى على الاستضافه. شكرا لك طه.
مستمعينا مستمعاتنا وصلنا للفقرة الأخيرة من فقرة المجلة الأثيرية الإذاعية صباح الخير من طنجة. من خلال هذه الفقرة غادي نتحدثوا عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان اللي يصادف 10 من دجنبر من كل سنة. هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو يوم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 48 900 وألف، واللي كيعرف مكسب هام او اللي كيتعد مكسب هام لجميع المجتمعات الانسانيه، واللي كيأكد على احترام المبادئ الانسانيه وكرامه البشر والمساواه فيما بينهم. عن هذا اليوم العالمي كنصادفوا معنا عبر الهاتف الاستاذ نشناش محمد، عضو المنظمه المغربيه لحقوق الانسان. استاذ محمد صباح الخير. صباح الخير، مرحبا بك استاذ نشناش. مرحبا. أستاذ نشناش، علاش اختيار بالضبط 10 من هذا الشهر الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان؟ هل هو اختيار عشوائي ما عنده دلالة رمزية معينة؟ يعني هو اليوم العالمي هذا أقرته الأمم المتحدة منذ 60 سنة. يعني وأن بعد قل اسمح لي عفوا 50 سنة. 50 سنة نعم. نعم 65 يعني بالضبط سنة 65. هذا يعني من بعد الحرب العالمية الثانية وكل ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت والتجاوزات التي تمس الإنسان كإنسان في عدد من البلاد. يعني أقرت الأمم المتحدة في عام 65 الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وإحنا احتفلنا بهذه السنة في المغرب. نعم. يعني دولة ومنظمات حقوقية. نعم. احنا بالنسبة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان هذا جاء صادف كذلك الإنشاء يعني تكوين المنظمة اللي هو وقع في شكل اسمها في هذه 25 سنة. نعم. اليوبيل الفضي. يعني حقوق الإنسان هي أساسا كانت مبدئيا الحقوق السياسية، وهو الحق في التعبير، الحق في الحياة، الحق في الممارسة، الحقوق يعني في التظاهر السلمي، الحق في التمتع بكل أنواع الحقوق السياسية، في الاختيار، في الانتخابات الحرة، انتخاب في الممارسة السياسية. نعم. ولكن جاء بعد ذلك في نفس السنة وقع الاتفاق على أساس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يعني الحق في السكن، الحق في العلاج الصحي، الحق في التعليم الجيد، الحق في الهوية يعني اللغة القومية وأعطاها القيمة ديالها. نعم. يعني هذه هي يعني الحقوق كان الحقوق السياسية من جهة، الحقوق الاقتصادية من جهة ثانية. احنا في المغرب يعني كان يعني من النهار اللي وقع هذه الاتفاقية الدولية 65 كنا نعيش ما يسمى بسنوات الرصاص. فكان أول شيء اللي اشتغلنا عليه وهو الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والمحاكمات الغير العادلة اللي كنا نعيشها. هذه الظاهرة الحمد لله بعد إنشاء الإنصاف والمصالحة والمصادقة على توصياتها، واللي هي كانت تتويج بالدستور 1911. يعني هذا الماضي أسود في المغرب يعني انتهى. احنا طوينا صحة الماضي واصبحنا في العهد الجديد وهو عهد محمد السادس. يعني دخلنا في نوع من التوسع في الحريات، حرية التعبير، وهذا يكفي ما نقوله الآن في الإذاعة الوطنية عن طريق طنجة ليؤكد أن نحن في بلاد الحرية وحرية التعبير. ويقول كل أهلنا لا نخاف أن نعبر عن رأينا في ما يتعلق بالقضايا الوطنية. الآن ندخل في العهد الجديد للحقوق وهو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحق في الشغل، الحق في التنمية، الحق في الحكمة الجيدة، القضاء على الرشوة، القضاء على الفساد، مساواة المرأة والرجل في جميع الظروف كما ينص عليه الدستور في قضية المناصفة، الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية ولكن من ناحية الفعالية، الحكمة الجيدة وهو أن الإمكانيات القليلة اللي عند المغرب من الناحية المالية تكون في الأمور اللي هي أكثر نفعا للمواطنين. يعني هذه من الأمور اللي هي نحن نهتم بها كما نهتم الآن حينما نقول الحق في الحياة اللي هو الفصل 20 من الدستور المغربي. نعم. يعني ما يتعلق بعقوبات الإعدام يعني لازم تغييرها بعقوبات بديلة.
عوض ان نكون نحن يعني دولة انتقامية كالدول اللي اكثر تاخر في العالم المتحضر. يعني هناك عدد من الاوراق اللي كنعملوا عليها. فقضية حقوق الانسان اصبحت الان قضية كونية. نعم. العالم كله لا يمكن ان يقوم اساسا بدون الاعتبار للانسان كانسان، وحقه في الممارسة السياسية، وحقه في المطالبة بأعلى الحقوق اللي يمكن أن تحقق حسب الإمكانيات المتاحة في كل بلد. نعم. أستاذ محمد نشرش مي كنقولوا هي حقوق كونية. يطرح تساؤل على من تقع المسؤولية في مجال حقوق الإنسان بالنسبة للفرد، واش هو مسؤول كفرد على حقوقه، وماذا يجب فعله خصوصا بالنسبة للدور ديال الفرد في المجتمع للحفاظ على هذه الحقوق؟ يعني اولا المسؤول على احترام حقوق الانسان هي الدوله. لان الدوله هي عندها احتكار العنف. يعني احنا حين كنشوفوا ان اللي عنده كيستعمل العنف الشرعي وهي الدوله، وهو الشرطه، وهو الجيش، وهو القوات المساعده. لكن عدد المرات كيوقع تجاوزات في هذا. فالتظاهر السلمي مثلا هذا حق مشروع ومنص في الدستور، ولكن عندما يمنع الانسان من التظاهر السلمي او يقمع بعنف غير مشروع كيصبح المسؤوليه هي الدوله. ولكن حتى المواطن له كذلك حدود. كل حاجه يعني احترام الحقوق لا تعني المس بحقوق الاخر. فاحترام كذلك القوانين هو اساسي. إذا كان نقولوا التظاهر السلمي أو التجمعات هي مسموح بها، لكن لازم كذلك داخل القوانين. كما نقول حق الإضراب كذلك هو مشروع ولكن داخل القوانين. فالمواطن هو عنده كذلك مسؤولية في هذا الميدان، ولكن خصو يعرف القوانين والحقوق والواجبات ديالو. نعم، حدود مسؤوليته. هاي مسؤوليته. فالآن الدستور الجديد كيعطي المواطن حق حتى تقديم العرائض وتقديم الملاحظات وتقديم اقتراحات فيما يتعلق حتى على مستوى التشريع. فلهذا المواطن له حقوق واسعة اللي خصو يعرفها وكيف يمارسها. وهذا هو الدور المنظمات ديالنا الحقوقية الآن، بس توعي المواطنين وتبلغ له الوسائل والحقوق اللي عنده باش يمارسها. ولكن الحقوقية دائما مرتبطة بالواجبات. ما اعتقدش أن أنا عندي كل الحقوق بدون ما تكون عندي واجبات على الاحترام الغير، احترام القوانين اللي هي وضعها المشرع اللي هو منتخب كذلك من طرف المواطن نفسه، والاحترام البيئة والمحافظة عليها. هذه من الحقوق اللي هي ومن الواجبات، مرتبطة حقوق بالواجبات في هذا الميدان. طيب أستاذ محمد نشنش، بالنسبة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان هل يقتصر دورها على توعية؟ وحنا كنعرفوا بأن في هذه المناسبة كتقوم الجمعيات سواء من المنظمات الحكومية أو غير الحكومية واللي كتنشط في مجال حقوق الإنسان بمجموعة من النشاطات. بالنسبة للمنظمة المغربية شنو هي أهم النشاطات؟ احنا اولا زياده على الترافع والتربيه حقوق الانسان، احنا كنرصدوا كل ما يتعلق بالخروق اللي يمكن توقع. اي خروقات اللي كتوقع او عاد سوء الممارسه. مثلا نقولوا قضيه السجون. عندنا الان في المغرب واحد الاكتظاظ كبير في السجون، يعني الطاقه الاستيعابيه للسجناء في المغرب هي كما كتفوت 45,000 شخص، بينما كيوجدوا تقريبا 80,000 شخص في السجون. هذا الاكتظاظ كيمس بالحق السجين. أن السجين ممنوع من الحرية، يعني منع من طرف حريته العادية، ولكن ليس محروم من الكرامة ديالو، لا في التغذية لا في الرياضة لا في التكوين لا في الاتساع لا إلى غيره. فلهذا السجون مثلا احنا كنلاحظوا هذا الاكتظاظ وكنطلبوا بأن تحترم كرامة السجين والقرب ديالو من الأسرة والارتباط ديالو، على أساس أن لازم يوقع الإدماج مباشرة بعد إطلاق سراحه. نقولوا في ميدان التعليم، احنا حين كنشوف التعليم كنشوفوا كذلك على أن مستوى التعليم في المغرب راه متدني إلى أقصى الحدود، وهذا ما كيجعلش المساواة بين المواطنين، بين هذوك اللي كيمشيو يقراو في المدارس الأجنبية أو المدارس الحرة والمواطنين العاديين اللي كيمشيو المدارس الرسمية. وحنا كنعرفوا شنو هي المستوى وشنو هي الآفاق اللي كيمكن تعطيه. ما كاينش مساواة بين. حنا كنطلبوا كذلك وكندافعوا من أجل أن المساواة بين المواطنين في هذا الميدان. في القضايا الصحية
كنعرفوا شنو هي اللي واقع في المستشفيات وغلاء الادويه والامكانيات اللي غير ماشي كل مواطن كيمكن يدخل المستشفى ويوجد العلاج ديالو ويوجد الفراش ديالو ويوجد الراديو ديالو. هذيك من الامور اللي حنا كنتبعوها. قضيه السكن، كنعاود السكن الان في المغرب كاين حملات ما يتعلق بالقضاء على ديك السكن الغير اللائق، ولكن عمليا هذا الشيء راه ما كاينش منه. في ميدان التشغيل كاين البطاله المتناميه وخصوصا بطاله الشغيلين، الحاملين الشهادات الجامعيه وغيرها. هذه كل الميادين اللي حنا كنشتغلوا عليها، يعني باستمرار يوميا زياده على التقديم. كنستقبلوا الشكايات اللي كتجينا من جميع المواطنين في قضايا متعدده اللي حنا كنمارسوها بالاتصال مع السلطات العموميه من اجل حلها. كنشكرك استاذ نشناش محمد، انتم رئيس المنظمه المغربيه لحقوق الانسان على هذا التوضيحات. اهلا وسهلا. شكرا لكم. شكرا لكم. اهلا وسهلا. مستمعينا مستمعاتنا، إذا بهذا القدر نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من المجلة الأثرية الإذاعية. صباح الخير من طنجة، تقبلوا تحيات رشيد الإدريسي في الإخراج والهندسة الإذاعية، أسماء العصري في التنسيق مع ضيوفه، وراء الميكروفون رافقتكم ثريا الحسني. أجمل الأوقات نتمنى لكم رفقة باقة برامج إذاعة طنجة. مع السلامة.